الله أكبر. مفيش فايدة فيك وقت الشغل بتصلي؟ ماشي، أنا عارفة هعمل معاك إيه. لما كنت أخلي أستاذ مزيكا يمشيك ما بقاش أنا. الله أكبر. ماشي، أنا عارفة أنا هعمل معاك إيه. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إيه ده؟ إيه اللي أنت بتعمله ده؟ أنت إزاي تكسر دراعات البلاي ستيشن كده؟ أنت عارف الواحد من دول بكام؟ ده ب50,000 جنيه. عارف أستاذ مزيكا هيعمل فيك إيه؟ بس أنا ما كسرتش حاجة. ما كسرتش ايه؟ ما كسرتش ايه؟ امال ده اتكسر لوحده يعني مع نفسه؟ ده انا بص لما يجي استاذ مزيكا اما كنت اخليه يمشيك من المكان ما بقاش انا. بتكسر دراع ب50,000 جنيه مفتري. بس أنا ما كسرتش حاجة. أنا حتى ما لعبتش بيهم. ده أنا كنت بصلي في وقت البريك بتاعي. لما يجي استاذ مزيكا بقى يبقى يتصرف هو معاك. بالله عليك ما تقطعي اكل عيشي. انت عارفه ان انا شغال عشان اصرف على اخواتي وعلى مدرستي. خلاص روح ومش هقول له حاجه. شكرا. اتكل على الله. انا كده بقى مسكت عليه زله، يمشيه زي ما انا عايزه ويفضل قافل بقه وسك على البق، يا اما هقول له استاذ مزيكا واديه في داهيه ويلا هو يبقى غار خالص، وده احسن لي. ها مفترية كسرت الدراع بتاع الواد وهو بيصلي. ماشي ماشي، انا بقى لما يجي مزيكا انا هقول له لولا الملامه كنت نشرت لك الفيديوهات دي على النت عشان يحطوا صورك على علبة السجاير. ايه ده؟ ايه ده يا هدى؟ ده الدراع البلاي ستيشن بتاع استاذ مزيكا ده اصلا حقه 50,000 جنيه بتمن 6 شهور من مرتبنا. عملتيها ازاي؟ كسرتيه ازاي؟ وايه المشكله؟ مين قال لك ان انا اللي كسرته؟ احنا هنقول ان عمر اللي كسره. اصل انا مسكتها على الولد ده زله، كسرته وهو بيصلي في البريك وما خدش باله ورحت ملبسها له العبيط. بقول له هو انت ازاي تكسر ده؟ قعد يتهته زي العبيط وقال لي والنبي ما تقولي الاستاذ مزيكا عشان ما يرفدنيش. فانا كده مسكت عليه واحده، يا اما يسكت على المصالح اللي احنا بنعملها ويسك على البك، يا اما هقول له استاذ مزيكا ويطير مع الطايرين. لا لا لا، ده انت تقولي عشان استاذ مزيكا يمشي من المكان عشان بقى المكان يفضلنا ونعمل كل المصالح اللي احنا عاوزينها. يا هدى شغال الجمجمه، عايزين نشتغل بقى ونمسك بقى فلوس. انت شايف كده يا يوسف؟ شايف كده. يبقى نطيره. يلا خد الشر وراح. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. عامل ايه يا يوسف؟ تمام الحمد لله يا استاذ مزيكا. يا رب دايما. الشغل اخباره ايه؟ والله تمام الحمد لله، وقفلت كل حساب النهارده. تمام تمام، الله ينور عليك الله ينور عليك. يا نهار اسود، ايه ده؟ مين اللي كسر الدراع ده كده؟ والله يا استاذ مزيكا هدى جابت لي الدراع كده وقالت لي عمر هو اللي كسره. ده دراع شغل عمر اللي كسره؟ ايوه. يا فين هدى؟ جوه. يا هدى استاذ مزيكا تعالى يا استاذه. مين اللي كسر الدراع ده كده؟ عمر. عمر؟ وعمر هيكسر دراع ب 50,000 ده جنيه عمر ليه؟ كان غريب قوي، ده دخل على الناس وهما بيلعبوا بالبلاي ستيشن وراح شادد الدراع من ايد الراجل وحطه في الارض وقعد كده كده. يا عمر انت بتعمل ايه؟ يا عمر انت بتعمل ايه؟ يا عمر مفيش ما بيسمعنيش. هو عمل كده؟ وقال لي اعلى مفخلك اركبيه وراح يقول لي الاستاذ مزيكا بتاعك ده. عمر عمل كده؟ وضاف عليها كده. ده يوم اسود النهارده. هو جوه؟ جوه. ماشي. يا لهوي عليك يا هدى، ده انت ابليس يخاف منك. اوعى تقلق طول ما انا وراك. ازيك يا اسلام؟ حبيبي مزيكا، بقول لك ايه، خد تعال عايزك في ايه؟ عشان في حوار بسرعه، في حوار لا بسرعه. لا انا عايزك في موضوع مهم اكبر بكتير. موضوع ايه؟ البت هدى اللي شغاله معاك دي. بس عرفت كل حاجه عن هدى في الدنيا. هدى قفشت عمر وهو بيكسر الدراع ابو 50,000 جنيه يوم اسود وهيمشي لا النهارده. ما حصلش الكلام ده. لا حصل، وانا شفت بعينيا مكسر الدراع بره. يا عم ما حصلش الكلام ده يا عم. يا اسلام مهما تقول لي ومهما تعيد، انا الواد ده لازم يمشي النهارده وهيمشي حالا. سلام يا اسلام. ايه ده؟ قمرون قمر سيدنا النبي قمرون. الحمد لله خلصت الشاش كلها. الحمد لله. تعالى عندي هنا يا استاذ. ايه ده؟
بقى وصلت بيك الدرجه ان انت تكسر دراع بلاي ستيشن ب 50,000 جنيه؟ وليه؟ ليه يعني الهبل والجنان اللي انت فيه ده؟ وانا اللي بقول عليك راجل وشايل المكان في الارضيه وسايبك تشتغل عشان تاكل عيش وتدفع حق دراستك اللي انت شغال عشانها اهو بالكافح. بص انا هقول لك، سواء تصدقني او ما تصدقنيش، انا كنت قاعد بصلي في امان الله، فخلصت صلاة لقيت هدى جاية بتقولي ايه اللي انت عملته في البلاي ستيشن ده، وكان مكسور ورايا. ما تجيبش سيره هدى، دي هدى هي اللي خلت الدراع المكسور اهوت لحد ما قالت لي وكشفت لي على اللي انت عملته يا حبيبي. بس ده ما حصلش. ده ما حصلش؟ هو انت هترد عليا الكلمه بكلمه ولا ايه؟ انت هتديني درس في الاخلاق؟ انت اللي كسر الدراع دوت، وعامه هتدفع حقه. بص انا معيش فلوس، بس شوف انا هشتغل قد ايه بتمنه. تشتغل قد ايه؟ انت هتفضل شغال بتاع 7 سنين على كده عشان تسد حقه. الحمد لله. الحمد لله. انا راضي. راضي ان انت تشتغل 7 سنين، وانت هتبشش عليا ولا ايه؟ بقول لك ايه؟ بس انا ما ببشش. مش عايز كلام كتير يا عمر، خلاص انا غلطان اني اعتمدت عليك. انت تطلع تلم حاجتك من فوق وتتكل على الله من عندي من المكان خالص، ماشي؟ الحمد لله. كسر دراع بلاي ستيشن ب 50,000 جنيه؟ ربنا يعوض عليا. استاذ مزيكا، ازيكم عاملين ايه؟ الحمد لله. طلع كلامك صح. هو قعد يتأتأ كده وقعد يقول لي والله ما انا اللي عملت كده، بس ما تقلقوش انا مصدقكم. هدى بقى لها اكتر من 200 سنه شغاله معايا، ويوسف بقى له اكتر من 300 سنه شغال معايا، فانا عايز اقول لكم ان انتوا ناجحين معايا. على العموم انتوا النهارده اللي هتمسكوا ارضيه، تمام؟ تمام. وعايز اقول لكم كمان انتوا اللي خلاص بقيتوا الكل في المكان، تمام؟ تمام. يا رب بقى انتوا تشرفوني. وعمر خلاص كده بالسلامه ماشي؟ تمام يا استاذ. يلا ربنا معاكم. ايوه بقى كده يا هدى، كده المصالح كلها هنعملها وهنطلع تبس بقى وهنطلع الشيكات من المكان، ناخد شيك لينا ونسيب له شيك، حتى لو ناخد الشيكين محدش يعرف حاجه، هنقول له مفيش حد جه اصلا النهارده في المكان. شيك ايه؟ المكان وقع يا اسطى. بس كده. بس خلصت. ده بقى نقفل حساباتنا بقى. حبيبي خد امسكك. بقول لك ايه، برضه كاسلام خلاص عامه الواد مشي وانا خلاص ظبطت الدنيا ورضيت نفسي. يا عم الحاج انت عشان انت كل مره قرفني في حياتي، وهدى دي ملاك، وهدى دي ما فيش زيها، وهدى دي البطايه البيضه، وهدى دي حمامه السلام. فبص قبل ما تتكلم وترغي كتير اتفرج يا باشا على الفيديو ده وهتشوف حمامه السلام بنفسك. يا نهار اسود، ايوه دي هي فعلا اللي بتكسر الدراع. لا يا اخي، والواد يعني بيصلي. صدق انا ظلمته. مش عارف اقول لك ايه يا اسلام، كويس ان انت كشفت لي حقيقه الناس اللي شغاله عندي في المكان. هستأذنك التليفون ده خليه معايا 5 دقايق واجيبه لك تاني. اتفضل اقعد شوف انت هتشرب على حسابي. وهدى سلمها لمصانع السجاير يحطوا صورها على علب السجاير. عندك حق، الناس هتبطل تدخين عشان الناس تبطل تدخين. اتفضل يا اسلام واخد. ماشي. استاذ مزيكا، والله العظيم انتوا الاثنين على اللي انتوا عملتوه وهتعملوه دوت انا جاي اكافئكم مكافاه ملهاش حل. يا لهوي ايه بقى؟ انا اقول لكم اتوقعوا انتوا كده المفاجاه على فودافون التليفون ده. كاش؟ لا مش كاش طبعا. هتدينا فلوس؟ لا طبعا عيب عليك. شهرين مقدم؟ لا عيب عليكم حاجه اكتر من كده. اقول لكم على حاجه مش ايه؟ هحرق لكم المفاجاه، خدوا انتوا اتفرجوا عليها اهي. شهرين حبس. يا لهوي.